يقول رحت أزور أخويا لأنه سكن بيته الجديد، قلت أروح له وأبارك له من بيته وبتعشى عنده. يقول رحت له بعد المغرب، وقبل العشاء يمكن بنصف ساعة و20 دقيقة قلت له خلاص بروح المسجد وبرجع لك بعد صلاة العشاء نتعشى. قال باقي العشاء ما أذن، قلت ما عليه بروح أقرأ لي كم من وجه في المصحف. يقولوا فعلا رحت المسجد، مفتوح المسجد وفيه نور خافت. يقولوا دخلت المسجد وصليت لي ركعتين وجلست أقرأ. يقول شوي لو دخل طفل يمكن في 10 سنوات 11 سنة، يقول وراح في الناحية الثانية وصلى ركعتين. يقول لاحظت فيه طول في السجود، يقول حتى أسمع همساته في السجود وهو يدعو. يقول ثم قام يصلي ركعتين ثانية. يقول حاولت أني أقترب منه أبغى أشوف وش الدعاء، يقول لأن له همس في السجود وهو يدعو. يقول أبغى أسمع وش هو يقول. يقول فعلا اقتربت منه من غير أن يشعر هذا الطفل، 10 سنوات 11 سنة عمر الطفل. يقول والله ما تمالكت نفسي إلا ودموعي تقطر تنزل. يقول لاحظت أنه يدعو دعاء عجيب في سجوده، كأنه يشكو حاله، كأنه يسولف مع ربه. يقول من ضمن الدعاء اللي يقوله يقول يا ربي أبي قال لي إذا احتجنا شيء نجي عندك ونطلبك من المسجد. يقول يا ربي أنا وإخواني والله إننا جيعانين من أمس، أنا وإخواني وأمي. يقول لكن يا ربي أنا وأمي بنتحمل، لكن إخواني وأخواتي الصغار ما يتحملون. يقول وأخذ يدعو ويقول ويكرر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يقول والله إني في ذهول. يقول رجعت مكاني. يقول ثم جاء المؤذن وأذن وأخذ يصلي بين الأذان والإقامة. يقول ويطيل في سجوده. يقول وأنا متعجب. يقول جو الناس وجاء أخويا اللي أنا كنت زاير له. يقول بعد الصلاة قلت لأخويا من هذا؟ من هو الولد هذا؟ من هو ولده؟ قال هذا ولد إمام المسجد وإمام المسجد قد توفي. يقول قلت له وين بيتهم؟ يقول قال ليش؟ قلت بس وين بيتهم؟ يقول وأخذني ودلني على بيتهم كان قريب من المسجد. يقول هم كانوا ساكنين لما كان والدهم حي، كانوا ساكنين في سكن المسجد، وضعهم المادي ضعيف. يقول فلما توفي الوالد جاء إمام جديد للمسجد وخرجوا من المسجد وسكنوا في سكن قريب من المسجد. يقول رحت إلى السوق واشتريت مواد غذائية وأغراض كثيرة جدا، ومن ضمن الأكياس حطيت فيه مبلغ مالي كبير نوعا ما. يقولوا حطيتها عند بابهم الأغراض كلها بما فيها المبلغ المالي. دقيت الباب ومشيت، ويقول كنت أراقبهم من بعيد أتأكد أنهم أخذوا الأغراض. يقولوا فعلا فتح نفس هذا الطفل فتح الباب وأخذ يقلب الأكياس. يقول والله أني أراقبه أنه سجد مكانه يشكر ربه على أن الله أجاب دعائه. يعني هذه القصة فعلا من اللي خلى هذا الأخ يروح للمسجد قبل العشاء بوقت، ودفع هذا الصبي وهذا الطفل أن يروح للمسجد في هذا الوقت. شوفوا تدبير رب العالمين، إذا أراد أن يرزقك يرزقك من حيث لا تعلم ولا تدري.